الراجل مش هينسى، والله العظيم ما هينسى اللي انت تطلقي من شخص وتتجوزي شخص تاني. كنت اساسا انت كنت مع الشخص اللي انت متجوزاه عايشه كده، وكنت ماشيه في الحرام مع شخص تاني، وهتطلقي من الشخص ده عشان تتجوزي الشخص ده، ومفكره ان الشخص ده عبيط. في نقطتين كنت عايز افهمهم للشخص الصح، ويا ريت يوصلوا للشخص الصح. ايه هما الكلمتين دول؟ مش معنى اللي انت متجوز او اللي انت راجل وعارف بنات بشعر راسك اللي انت تخون مراتك. لازم لما تتجوز تعرف ان الجواز ده مسؤوليه ورجوله واحترام وادب واخلاق وي وي وي، مهما ايه اللي حصل. تقولش اللي مراتي منع نفسها عني، تقولش اللي مراتي مش راضيه تنام معايا. كلام اولا غلط، غلط للمشاعر والاحساس. وغير كده وكده الناس تقول ايه عنك، يعني انت ليه تشاير على النت وليه وحاجات كتير. ما علينا، خلينا في الموضوع ونفهم الكلام. انت مفكر لما تيجي انت تنام مع واحده غير مراتك، او انت عايز تتجوزها، او انت عايز تمشي معاها وعايز تعمل علاقه دلوقتي، وبعد الجواز وبعد انت ما تتجوزها، اوعى مفكر اللي هي هتنسالك اللي انت اتجوزتها دي، وهنفكر ليه هتنسالك اللي انت عملته وانت كنت متجوز معاه. مش واصله لك. انت متجوز واحده وعايز تعمل علاقه مع واحده تانية، والواحده التانية دي هتتجوزها وهتطلق مراتك الاولانيه. اوعى مفكر اللي هي مراتك التانية دي هتنسالك اللي انت عملته في مراتك الاولانيه. لا، هتحط في دماغها اللي انت كده، طبعك كده. خلي بالك، كلام ممكن يمشي مع الستات ومع الرجاله. يعني واحده مثلا متجوزه وماشيه غلط، وواحد متجوز وماشي غلط، الاتنين ينفعوا لبعض، مش خير وفقوس، يعني الاتنين ماشيين تمام. يعني انا بنصحك، انت ليك لنفسك، خدت النصيحه خدت، ما خدتش عنك ما خدتها. لازما تفهم كما تدين تدان. لو عملت غلط وانت متجوز، هو مفكر ان مراتك هتنسى ولا ربنا هينسى؟ ربنا ما بينساش. ومراتك ذات نفسها خزانه، اللي انت اتجوزتها او اللي انت هتتجوزها عقلها كله خزانه، كارت الميموري كده زي ما بتخزن فيه. وهنفكر اللي هي تنسالك؟ لا، هتتجوزك وتعدي شهرين كده بالعسل والبتنجان وبابا غنوب كده، وهترجع بقى. خد بقى من عندك، كانت كست كراجل هتقابلك بنكد. وخد بقى الكلمتين دول، معلش بقى خدهم مني، هتردح لك بمعنى الكلمه. هتيجي مثلا يعني هقول لكم بالبلدي، يعني انا بحب البلدي معاكم كده عشان تفهموني. هو هنفكر اللي انت كنت ماشي معايا زمان، شوف الكلمتين بقى اهو، خدوا بقى عشان انا اكلمكم بالبلدي، يعني مفيش حد يضحك عليا. هو هنفكر اللي انت كنت ماشي معايا زمان هتعمله دلوقتي. لا يا اخويا، انا صحيح لك كويس قوي، افهم وركز. اللي انت متجوزها دي مش مضروبه على قفاها، دي مخرمه، ده انا احطك كده ومفيش حد يشوفك، فاهم؟ يعني اللي انت هتعمله وانت كنت متجوز زمان معايا مش هتعمله وانت متجوز دلوقتي، فاهم انت؟ يعني انت كنت معايا في علاقه زمان وانت متجوز، دلوقتي انت متجوزني، مش هتعرف تعمل الحركات دي معايا. يعني انا عارفك وفاهمك، وممكن تعمل وممكن تخون وممكن. فاكر ياد زمان لما انت كنت متجوز وكنت ماشي معايا في الحرام، ودلوقتي اتجوزتني؟ خلاص الموضوع خلص يابا، ما تخشليش معايا سكه عشان فاهمه الموضوع. هتمشي معايا سكه هطلع تلاتة عين اهلك. لا مؤاخذه في الكلام، هي معنى الكلام. هتقول لك الكلام ده لو بنت صايعه، وهي كده بنت صايعه، يعني ماشيه معاك في اكيد بنت صايعه. خلاص خلصنا الموضوع ده، خلي بقى ايه، احنا خلصنا من الراجل، نخش بقى في الست. الست ده موضوع كبير قوي. الست متجوزه وممكن كمان تمشي في الحرام. خدي بقى الكلمتين دول عشان انت ممكن تفهمي الكلمتين دول لو انت متجوزه وماشيه في الحرام. ايه بقى الكلمتين دول؟ هقول لك انا الكلمتين دول. انت مفكره لما تكوني انت متجوزه وماشيه في الحرام، واللي ماشي في الحرام ده مثلا، ولا اللي هو مفكرك اللي انت يعني، لا مش واصله لكم، لا. انت متجوزه ماشي، وانت بتحب واحد تاني على جوزك وبتعملي معاه علاقه. شفتي بقى دي؟ وغير كده وكده، يعني عايزه، هو هيتجوزك ووعدك بالجواز، هتسيبي جوزك عشان تمشي مع اللي انت بتحبيه واللي هو بيحبك وماشي في الحرام، وانت مفكره الموضوع ده هيمشي على خير؟ لا. واقسم بالله عليا النعمه والله العظيم والمصحف والله وبدون حلفان. ايه يا عم احمد الحلفان ده كله؟ هفهمكم انا. هو مفكر الراجل هينسى؟ عليا النعمه ما هينسى، والمصحف ما هينسى. خدي بقى الكلمتين دول ردحي بقى للراجل عشان تفهمي الكلمتين دول، عشان انت مش فاهمه الكلمتين دول. الراجل لما يتجوز واحده ست شمال، او كانت متجوزه قبل كده، او ماشيه معاه في الحرام، كان متجوز قبل كده وماشيه في الحرام، خدوا الكلمتين عشان افهم. ايه يا عم احمد يا جماعه البورو بقى، انا بكلمكم بالبلد ده عشان ايه الموضوع يفهمه. الراجل مش هينسى،
والله العظيم ما هينسى اللي انت تطلعي من شخص وتتجوزي شخص تاني. كنت اساسا انت كنت مع الشخص اللي انت متجوزاه عايشه كده، وكنت ماشيه في الحرام مع شخص تاني، وهتطلقي من الشخص ده عشان تتجوزي الشخص ده، ومفكره ان الشخص ده عبيط والمصحف مع عبيط. هم شهرين، شهرين وهتقابلي اسود من قرن الخروب. الفيديو اللي قبل كده عارفينه؟ يا ريت تكون اتفرجتوا عليه. الفيديوهات بتجمع بعضها. يعني انا بفهمك، يعني الشخص اللي انت متجوزاه وماشي حرام مع شخص تاني، وبتتعاملي مع شخص تاني، وبتمشي وماشيه كمان في الحرام مع الشخص التاني، وهتطلقي من الشخص ده وهتتجوزي الشخص ده عشان انت بتحبي الشخص ده، ومفكره ان الشخص ده هينسى اللي انت كنت متجوزه الشخص ده وانت بتخونيه معايا. لا لا لا، مش هينسى، والله العظيم ما هينسى. ايه يا عم احمد اللي انت بتقوله ده؟ ايه الهبل والعبط؟ بقول لكم ايه، افهموا الموضوع زي ما انتوا عايزين. انا بوصل الرساله ليكم انتوا تفهموها زي ما انتوا عايزين. انا متجوزه شخص يعني الموضوع يمشي مع الراجل والست. يعني لازم كل واحد يفهم اللي الشخص ده يعني ممكن يمشي مع الراجل والست. يعني الموضوع ده كله راجل وست، مش موضوع راجل بس ولا ست بس، عشان ما فيش حد ياخد عليه بالكلام او حد يفكر الكلام غلط بالنسبه له. انا بنصحكم والله العظيم، رد عليكم بالكلام ردي، ما رضيش بيكم براحتكم، انتوا شيلوا طين. انا بنبهكم بفهمكم لغايه اخر نهايه الفيديو، اخر نهايه الفيديو. بعد كده هيبقى بعد الظهر طبعا. هدلكم. انا ماشي معاكم صباحة ربنا لاخر الظهر، وبعد الظهر عليا النعمه هقول لك اللي انت ماشي فيه صح، واقسم بالله اللي انت ماشي فيه صح، اللي انت بتعمل وانت على طول. ادام انتوا ما خدتوش بالنصيحه الاول وخلاص مديته مديته في الموضوع. انا هشيل لكم الفيديو ده زي ما هو كده عشان تفهموه صراحه. يعني انا ولا هقطع منه ولا هرشق منه اي حاجه. افهموه زي ما تفهموه، ومش هقطع منه ولا اي حاجه. احلى مسا عليكم لو فهمتوا الكلام.